ايه ده يا جدعان ده؟ ايه ده يا جدعان ده؟ ايه ده يا جدعان ده؟ الناس اللي بتفهم في الزراعة عارفة شجرة ايه ديت. يا سويسرا بتعمليها ازاي؟ فأغنى وأغلى مدينة في أوروبا كلها. يا جمالك يا سويسرا! طيب الاختيار دلوقتي وقع على الماكدونالدز. اهلا بيك في فلوج جديد. انا سيف مبابي وانا دلوقتي يعني في مكان خرافي، مكان روعية، مكان ملوش يعني حدود في الجمال. انا في قلب سويسرا، والنهارده هاخدك معايا ونستكشف المكان اللي انا فيه دلوقتي في سويسرا والجمال والطبيعه، ومعايا الدرون وهطير بالدرون، وبرضه معايا حبيبي وقلبي صاحبي مستر جويلي باشا. إيه الاخبار؟ مبسوط قوي يا جدعان والله العظيم، رحله تحفه. بنصح اي حد يا جدعان والله، سويسرا بلد ايه الجمال. انا من ساعه ما دخلت سويسرا وانا موهوم، انا موهوم حرفيا. فيا جدعان بجد اتفرجوا وهتشوفوا الدرون لما هتطلع فوق مش هتنزل، هتفضل فوق والله. هنلف بيها واحنا بالعربيه. المهم اتفرج دلوقتي على الطريق جينا ازاي، عشان احنا اصلا طالعين من هولندا بالليل. الطريق واخد مطبقين. الطريق واخد 9 ساعات كاملين. ف يعني قدر المجهود بقى، قدر المجهود. قدر انت يا برو، قدر انت. Stood tall with my back against the wall. 10 toes down, they expected me to fall. Didn't see a soul when I sacrificed it all. Where they at now, cause I can see them when I ball. I'm going in, I'm going in, I'm going in. I got dependents who depend on me to win. Bet on myself, so I just double up again. I'm going in, I'm going in. طيب النهارده اليوم دوت مش عادي. انا دلوقتي واقف يعني ورايح على مكان. المكان دوت فين يعني الله اعلم، بس خلينا نسأل اللي معانا في العربية دوت احنا رايحين فين. انا والله لحد دلوقتي مش عارف، بس ان شاء الله رايحين مكان حلو. جنة الله على الارض. يلا بينا. انتظرونا. احنا دلوقتي في الطريق يا جدعان والله العظيم مش بهزر، انا مش مصدق. انا كنت حاسس ان انا هموت في هولندا. بس انت ليه بتبوظ السسبنس؟ وريهم الطريق، اسالهم احنا يا عم اهو يا جدعان، شايفين يا جدعان اهو يا جدعان 8 ساعات يا ابني. ما انا قلتش انا ما قلتش احنا رايحين فين. ماشي، انا ما قلتش احنا رايحين فين يا جدعان. بس بصوا والله العظيم انا كنت حاسس ان انا خلاص انا تعبت من هولندا، انا جالي اكتئاب. المعلم ده كلمني قال لي تعالى نروح تيت، فقلت له واي نوت فروم نيت، يلا بينا. وبعدين فضلت افكر، قلت له الطريق قد ايه؟ قال لي 9 ساعات 10 ساعات. يا نهار اسود، انا اخر طريق رحته 10 ساعات كنت رايح سوهاج بلد المواويل. فمش عارف يعني، قلت خلاص خلينا نجرب وان شاء الله خير. البلد اللي انا رايحها دي وعد لو عجبتني انا هفضل عايش هناك عشان ارجع تاني بلد الاكتئاب اللي انا فيها دي يا جدعان والله. تراي نمبر 2. انا كنت من شويه بصور، بس التصوير يعني طلعت ما بصورش، نسيت ادوس على زرار الريكورد. احنا دلوقتي وصلنا المانيا، يعني جيرماني، يعني دوتشلاند، يعني دوتشلاند، يعني لكل الناس اللي بتحب الالماني وبتتعلم الالماني. احنا دلوقتي في المانيا. ايه الاخبار؟ بص يا جدعان، يعني هنا ايه بقى، تسحب كده وتلبس كده، تحس ان انت جاي تعمل عمليه. مش ده احنا اللي لبسنا في السفريه دي. اهو يا جدعان يعني بص، وتاخد بقى ايوه مسدس. بس ايه رايك في السعر؟ شوف لا الاسعار هنا تحفه يعني. هنيجي نمول من هنا على طول بقى. اهي راحت، بس احنا لسه مفولين. العربيه عندي بتاخد 40 لتر. انا حاطط بنزين 39.95 لتر، يعني حرفيا العربيه كانت خلاص بتقف. بس يلا بينا. السعر هنا سعر البنزين 1 يورو و80 سنت، يعني يعتبر ارخص بحوالي اقل من اليورو بشويه من هولندا. من بنزينه لبنزينه. احنا دلوقتي لسه في المانيا. اخ يعني، بس انا عندي صداع هيفرتك دماغي. يا جدعان ايه دي؟ بصوا كام. استنى ثانيه 500 قد وش والله. جامده جامده والله. اول مره في حياتي اشوفها دي، جامده يعني. اول مره اشوفها بجد. 473 مللي لتر يعني. تمام ليكوا للجرام.
عملنا سكور للباراسيتامول. سندوتشات فراخ طازة، ايه رأيك؟ ألف هنا يا حب. الراجل ده تمام. ألف هنا. أكلنا وكملنا الطريق تاني. يا جدعان انا مستمتع قوي. انا مستمتع قوي بالرحله دي والله. والله المكان اللي انا رايحه متحمس له جدا. بس قد كلامك. انا قد كلامي قوي. قد كلامك مش زي العيال التانية حبيبي. احنا كنا رايحين رحله، كنا في ناس كتير جايه بس ما صفتش غير علينا انا وهو الصراحه. بس الطريق تحفه، المشوار جميل. والله يا جماعه بنصح اي حد لو جات له فرصه ان هو يخرج بره الحته اللي هو عايش فيها يومين ويرجع، بجد تاخد بريك ودماغك تفصل وترجع تكمل تاني دنيتك وحياتك. بس هسألك سؤال بصراحة، كنت تتخيل ان انا هجيلك فعلا؟ انا متخيل ان انت هتجيلي، بس انا كنت خايف لان المشوار صعب، يعني المشوار صعب قوي. المشوار صعب بجد يعني. يا جماعه 9 ساعات. 9 ساعات متخيلين؟ واخدينه دايركت ها؟ دايركت. هو يا جماعه معلش طريق المانيا يخليك تاكل الطريق. تاكل الطريق. طريق مفتوح السرعة تجري براحتك. لا بس في يعني في رادار عليه، خد بالك. هيسوحك. هيسوحك وتروح احنا شغالين حاسب الرادار. بعدين قلنا نقف كده ريفريشمنت شوية، ناكل لنا سندوتشين. بقول لهم انت عملت قبل السندوتشين؟ عملت ايه قبل السندوتشين؟ لما وقفنا قبل السندوتشين. يا سيدي عمل زي الناس يا جدعان. بس عمل زي الناس جامد. 3 لتر كده ولا حاجه. ساقت شجرة يا جماعه عارفين النت لما يقعد يعمل لود. انا واقف مش مستوعب انت في ايه يا عم، في ايه مالك؟ فاكرين فيلم هاني رمزي لما وقف والله عند الحيطة. زي ما كنت تعبان وارتحت، زي ما كنت عطشان وشربت. الله يخرب بيتك، انت بتعمل ايه؟ خلص. فاضل حبة. حبة ايه يا تحويشة اسبوع، خلص. حاضر. الحيطة اتخرمت. في حاجة؟ بس يا جماعه والله العظيم الرحله ممتعه. وانا عامه احنا دلوقتي ماشيين عايزين نوصل هناك عند الشروق، عشان المكان اللي هنوصل له دوت احنا هنروح سويسرا. المكان اللي هنوصل له دوت هيكون في الشروق، منظره خرافي، وانا جايب الدرون معايا، يعني هيكون بدل خرافي خريفيات. هو يا جماعه الكون بيصور وانا تلاقوني بقى تحت في المايه، في بذره كده طالعه في المايه. انا اول بذره اللي طالعه في المايه تحت كده. ايوه. فبصراحه انا مستمتع قوي، وهستمتع اكتر لما اوصل ان شاء الله. ان شاء الله. يا جماعه سايق عربيه الماني على طريق الماني. انا يعني طب امسك الدركسيون. استوعبوا يا ابني، دي عربيه الماني بتمشي لوحدها. استوعبوا يا جدعان، عربيه الماني على طريق الماني. عايز تاني من الدنيا؟ قول لي عايز تاني من الدنيا. مبسوط؟ مبسوط ايه يا عم؟ انا طاير من الفرح، انا طاير من العربيه الالماني على الطريق الالماني. خلي بالك بس. قابل لي بقى. انت رايح فين؟ انت مش الماني على فكره. ما تنساش بقى اللايك والسبسكرايب والشير. والله ما تنسوش يا جدعان، عيب يا جدعان. عيب يا جدعان والله. احنا الساعة دلوقتي كام؟ الساعة دلوقتي 3، هنوصل على الساعة 5 كده ان شاء الله. كنا نوصل على 6 الا تلت. احنا لا، هو الموضوع بتاع هنوصل الساعة كام دوت غريب شوية. انا مش هقدر احدده لكم يا جماعة. لان احنا الاول كنا هنوصل 6، بعدين 6 الا ربع، بعدين 5 ونص، بعدين 5، بعدين 5 وتلت، وبعدين وقفنا شوية فبقينا هنوصل 6. بقينا هنوصل 6، ودلوقتي هنوصل 5 تاني. ادعوا لنا يا جماعة، ادعوا لنا. طيب يا صديقي الصدوق، احنا دلوقتي في اخر ستوب لينا في المانيا، في جيرماني، في دويتشلاند، في دويتشلاند. ومعانا حبيبنا اللي هناك، الحبيب اللي بيتكلم في التليفون. احنا لسه مفولين تاني، بس يلا بينا بقى عشان نوصل على الديستنيشن بتاعنا. احنا دلوقتي وصلنا
سويسرا. زي ما انت شايف كده انا دلوقتي عندي يعتبر الكارتة السويسرية. بسم الله ما شاء الله، المنظر تحفة تحفة بجد بجد، ما فيش حاجة احلى من الجمال ده. يعني دلوقتي في الوقت الحالي لسه هو النهار بيطلع والنور بيشقشق، بس بصراحة يعني منظر روعية روعية. احنا دلوقتي حطينا العربية هناك، نزلت بس عشان اصور اللقطة دي. ايه رأيك في سويسرا؟ ايه رأيك؟ جامدة قوي جامدة قوي، انا مبسوط قوي. صباح الخير يا صاحبي. يا لهوي لو نصحى كل يوم الله، بذمتك مش منظر حلو؟ يا جماعة والله العظيم انا مش مصدق نفسي. ايه رايكم في التدريجة دي؟ انا مبسوط قوي. البلد دي من احلام حياتي ان انا اجيها، وامبارح بالصدفة يعني بالصدفة بنتكلم قال لي ما يلا سويسرا. هو فضل يقول لي المانيا بلجيكا فرنسا، قلت له لا 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 سويسرا. والله العظيم الكلام ده الساعة 5، الساعة 6 كنا متحركين، وزي ما انتم شايفين انا مش مصدق نفسي والله بجد بجد. دي كانت امنيتي والحمد لله النهارده حققتها. واي حد يعني اتمنى له ان هو يحقق حاجه شبه كده ويجي البلد اللي نفسه يروح. زي ما انتم شايفين البلد جميله. اقول لكم حاجه تانية، تخيل ان انت ربنا يكرمك وتسوق عربيه الماني على طريق الماني وتمشي براحتك من غير اي توتر ومن غير اي حاجه ولا من غير اي مفاجآت في الطريق ولا اي حاجه. فبجد بجد 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 الدنيا هنا تحفه. على فكره يعني لسه النهار ما طلعش قوي، وبصوا الجو عامل ازاي تحفة. انا بص هطير الطبيعة. الدرون كمان شوية. بص الطبيعه عامله ازاي. فتخيلوا بقى لما النهار يطلع بس شويه كده، لسه في الشروق الشمس بس تطلع، انا متاكد ان انا هيغمى عليا من الجمال. بجد هيغمى عليا من الجمال. وبقول ايه رايكم في التدريجه ماشي في الجو ده. السلام عليكم يا رجاله، انتظرونا في باقي الفلوج. طيب هو حصل من شوية حاجة كده، احنا واقفين عمالين بنصور وبنهيص وفرحانين والدنيا لذيذة. شغل اغاني وعمال ايه، جت عربية شبه التويوتا البيضة بتاعت مصر. ميكروباص، عربيه ميكروباص شكلها كانت بتحمل السلام وعاشت. وبعدين نزلوا منها 2، يعني الاتنين دولت يعني والله العظيم لو انا شفتهم في مصر هقول عليهم شمامين والله. دولت بتوع ايه الدوانة، يعني ايه يعني بتوع الجمارك. الجمارك سألونا باسبوراتكم ومش عارف ايه واوراقكم، اديت لهم الباسبور وبعدين فتشوا العربية ومش عارف ايه وانتوا رايحين فين، وقلنا لهم احنا رايحين الحتة الفلانية. والله انا مش عارف انا رايح فين، احنا مبسوطين. احنا قلنا يلا سويسرا فجينا، يعني انت متضايق ليه؟ وبعدين بقى راحوا فتشوا العربية ما لقوش حاجة. طيب ماشي، وانا جاي اصور بيقولوا ايه ده انت بتصور ليه، ممنوع التصوير ومش عارف ايه. فلو انت عايش في سويسرا اكتب لي تحت في التعليقات هل ممنوع التصوير هنا في سويسرا ولا لا، عشان انا بصراحة حاسس ان هم بيحوروا عليا، عشان هم مش لابسين لبس الشغل، مش لابسين اليونيفورم. يعني سيبنا من الموضوع دوت. هم كده كده وشهم يقطع الخميره من البيره. بس غير كده والله العظيم اللي في واحد منهم كان بيفتش العربيه، اللي بيفتش العربيه ده ايه، كان يعني كرشه والله العظيم من الناس اللي كرشهم نازل فوق الحزام، فاهم؟ احنا مش بنتنمر على حد، دي مجرد حقيقه. فبجد يعني. بس الموضوع لذيذ. احنا دلوقتي قربنا نوصل، فاضل 15 دقيقة، وبصراحة المنظر ما شاء الله تحفة. منظر يخض اللي ما يتخضش يا جماعة والله. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. مش مصدق آخر الحكاية. بيطلع فوق ده في أول الحكايات حكايتي معاك بقى
Let op werkzaamheden. احنا وصلنا بالسلامة. بسم الله ما شاء الله، المنظر تحفة. المنظر بجد بسم الله ما شاء الله تحفة. ايه المكان ده؟ بسم الله ما شاء الله. اوف على الديت اللي بيحصل هنا. ديت ملوكي. تخيل انت قاعد هنا كده اهوت، انت وحبيبتك. الله، الصورة ديت لازم تاخدها سكرين شوت، خرافية. احنا دلوقتي نازلين بتاع 50 سلمة ولا 100 سلمة عشان بس نشوف الشلال من تحت. الله، المنظر بجد تحفة. الله الله، يا جمالك يا سويسرا. بسم الله ما شاء الله. شايف منظر المية؟ قلبي بيدق. ايه؟ يا جماعة قلبي بيدق بيدق. انا مش عارف اقول ايه، مش عارف والله، مش قادر اتكلم يعني. بجد بجد، حد يقول لي، حد بس يعرفني ايه المنظر ده، ايه ده يا جماعه. الموضوع وهم، مش طبيعي والله، مش طبيعي. ايه ده؟ بسم الله ما شاء الله والله، بسم الله ما شاء الله. اوه الله، بص اخويا بيعمل ايه. بجد بسم الله ما شاء الله، المنظر تحفة بجد تحفة. المكان دوت شكله يعني، استنى معايا شوف كده، احنا هنروح على فين دلوقتي؟ شوف الجمال والأناقة. بسم الله ما شاء الله. الله، شوف هنا شوف هنا. شوف هنا اهو اهو، مية الشلالة اهي. بجد المنظر تحفة، يعني انت مش متخيل كمية الجمال. تخيل انت تكون في مكان زي دوت مع حبيبتك واقف على البلكونة ديت، والله دوت يبقى احلى ديت الاحلام. ايه رايك؟ ايه رايك يا حب؟ انا مش قادر اتكلم والله من المنظر، مش قادر، مش عارف اتكلم بجد والله، مبسوط قوي. خروجه موفقه. كفايه كده ونروح. مش قادر اعمل مع نفسي ان انا انزل هناك كده في قلب الميه دي. طب لو معاك دلوقتي شورت سباحه تنط؟ انا من غير شورت سباحه لو رحت هناك كده هنط بالبوكسر عادي. احنا بصراحه ماشيين كده على الله حكايتنا،
مش عارفين اي حاجه في اي حاجه وبنتمشى وخلاص. انا ايه اللي جابني معاه؟ انا كان لازم اجيب حبيبتي واجي. بس المنظر تحفه بجد يعني. يا جماعه احنا عايزين نوصل للسبوت دي او دي. اي سبوتايه. لا بس في واحده في نص الشلال حرفيا حلوه قوي. هنستحمى. ما اعتقد كده. الله، شوف في قلعه هناك كده مع نفسها. تخيل انت ساكن في المكان ده. ايه ده؟ ايه ده يا جدعان ده؟ ايه ده يا جدعان ده؟ ايه ده يا جدعان ده؟ ايه ده؟ بجد المنظر يعني بسم الله ما شاء الله. المنظر تحفة بجد. ايه ده؟ يا سلام. ايه رأيك؟ افتحوا سبوت كده والله العظيم يا جماعه المكان. انا دايخ انا هفر. كمل 10. كمل يا جماعه والله مليون تريليون رقم جنبيه صفار الى ما لا نهايه. تريليون. شوف بقى يا صديقي، في سمكة هنا اسمها باربي، وديت الأسماك اللي موجودة هنا في النهر دوت، نهر راين. عندك سمكة أليت ولا دوبل، باربي، آل، صندر، روت فيدر، فلوش برش. كنت لسه بتقول ايه؟ جنة الله على الارض. والله ما شاء الله ما شاء الله. سويسرا جميله 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 جميله. يا رب تكسب في كاس العالم. يا رب تكسب. لا يا عم، يا رب مصر تكسب في كأس العالم. يا رب مصر تكسب في كأس العالم. على نص النهائي. يعني الماتش اللي هو يعني 3-1 دوت كان بصراحة يعني فخر. الواحد بيكون فخور كده هو. انا مش شايف ولا الجزائر ولا تونس ولا أي حاجة، ولا السعودية ولا قطر. تونس يا جدعان 14 جون يا جدعان. لا هو لسه هيتقابل بقى فريق جامد قوي يعني مش فاهم والله ايه اللي هيحصل. والله مش عارف. ربنا يستر على تونس يا جماعه. احبكم برشا. طيب يا صديقي، خليني دلوقتي اكلمك شوية عن المكان دوت والمنطقة ديت اسمها شلوس لاوفن عند شلالات الراين دوت هو ال النهر الجميل اللي انا واقف عليه دلوقتي. النهر دوت يعتبر من احلى واجمل الاماكن هنا في اوروبا عامة، رغم ان سويسرا خرجت من الاتحاد الاوروبي اصلا، بس مش مهم، مش هو دوت موضوعنا. المهم المكان ده من احسن الاماكن اللي تقدر تشوف منه شلالات الراين دوت هو النهر اللي انا واقف عليه دلوقتي. والنهر دوت يعتبر من احلى واجمل الانهار في اوروبا. مش بس كده، الشلالات ديت هي برضو يعني من اقوى الشلالات هنا في اوروبا. المكان قريب من مدينة شخاف هاوزن، وفيها برضو قلعة قديمة اسمها شلوس لاوفن. انا مش عارف انا ديت تعويذات ايه اللي انا بقولها ديت، بس هي اساميها كده يعني، ماليش انا دعوة، هم اللي مسميينها كده. الميزة هنا انك تعرف تركن برضو عربيتك وتتمشى لحد المنصات، وتعرف تعمل كل اللي انت عايزه على رجلك، موتورجل يعني. ودوت بيخليك تقرب من الشلالات ومن كل حاجة. يعني لو أخدت بالك أنا واقف دلوقتي يعتبر على النهر، فمخلياك قريب جدا جدا جدا، قريب من الشلال وقريب من كل حاجة. ودي برضو ميزة يعني في أماكن كتير ممكن تعرف تتفرج على شلال، ممكن تعرف تتفرج على حاجات كتير، بس بتشوفها من بعيد، ما بتشوفهاش من المسافة ديت. يعني أنا حرفيا وأنا واقف فوق كان ممكن ألمس الشلال عادي. المنظر دوت برضو قوي جدا وحلو جدا، وبالذات مع صوت الامواج وصوت الشلال والميه بتنزل كده هوت. يعني بجد حاجه تفرح القلب، يعني حاجه روعيه، حاجه خرافيه. انا عارف انها روعه، بس انا اخترعت كلمه جديده، روعيه، اللي هي فوق الروعه وفوق الخرافيه بكتير. ايه؟ صيغه مبالغه.
والمكان دوت طبعا زي ما انت شايف كده مناسب جدا لتصوير فلوجات، فيديوهات، صور، اي حاجه. وبمناسبه الصور تابعني على الانستجرام، هتلاقي اللينك بتاع الانستجرام بتاعي تحت في الوصف، واشترك برضو في القناه بتاعه الواتس، هتلاقي اللينك بتاعها برضو في الوصف. وبرضو يعني ما دام انت شغال كده ما تنسانيش باللايك والسبسكرايب والشير، حاجه سهله جدا يعني مش محتاجه كلام. يعني شوف انا فين، شوف انا فين عشان انت تتفرج وتنبسط. يعني من الاخر كده المكان ده ممتاز جدا جدا جدا. لو جاي بالعربيه تركن قريب تدخل تشوف الشلال من فوق ومن الجنب وتطلع لقطات قويه جدا. غير كده بصراحه لو حد جاي سويسرا لاول مره، راينفاو دوت المكان اللي انت لازم يعني تخش تزوره على طول. يعني المكان دوت اول مكان لازم تقف فيه لو جاي سويسرا، من الاماكن اللي تستاهل الزياره، خصوصا لو بتحب الطبيعه والتصوير. وحاجه كده اخويا وحبيبي بيقول لي لازم اقولها، لازم وانت جاي تجيب معاك ازازه بايرسول عشان الحشرات. هنا الحشرات هنا صعب قوي. انا طول ما انا ماشي عمال اعمل كده، انا حاسس ظهري كله اتملى حشرات بجد. على قد ما المكان جميل، على قد جماله دوت على قد ما فيه حشرات. حقيقي والله. فتخيل بقى. طبعا كلها اشجار كلها طبيعه طبيعه. فالموضوع صعب يعني. وفكره ان انا مش قادر انزل المايه دلوقتي موضوع صعب جدا. احنا كان لازم نجيب مايوهات معانا. انا والله مش فارقه لي مايوهات، انا فارق لي بس المد والجزر اللي هيبقى هنا ده. الباركيره هنا غاليه يا جماعه. غاليه. الباركيره هنا غاليه والفرنك هنا جامد قوي. غالي، اغلى من اليورو. الفرنك هنا بيعور. بص الدوامات اللي بتحصل في المايه دي، بص. مين عارف ايه الرغوه دي؟ انت قلت نهر صح؟ يعني ميته عذبه؟ لا. ازاي نهر ميته مش عذبه؟ ما هو دوت بقى نهر، بس نهر مالح. عارف ليه؟ ليه؟ الرغوه دي كده كلها دي ملح. يعني الرغوه ديت يعني حتى لو رحت دنهاخ هتلاقي استنى هتلاقي برضو البحر هناك كله رغوه. ليه؟ بس بحر الساحل مش كده. بحر الساحل مش كده. بحر الساحل مش كده. بس شوف المنظر، الله. وهنا يا جماعه المكان دوت بس هو قافل دلوقتي، تعرف تشتري منه تذكره، والتذكره ديت اوعى والتذكره ديت بتاخدك لفه هنا في النهر يعتبر كله من ناحيه الشلالات. ما تتقلبش بيكوا في الميه. وهي ديت المركب عليها العلم السويسري. طيب المنظر دوت بصراحه تحفه. احنا طالعين بس كان لازم بجد اقف هنا اهوت واصور المنظر ده. يلا بينا يا جماعه. ده يا جماعه احنا هنطلع فين ده؟ فوق؟ بلاش اهو. خراطس ليفت. اطلع بينا. في ايركو؟ خدوا بقى الفيو بقى، شوفوا الفيو. الله يا سلام. طب والله رايقه زي الدرون. في مركبه اهي هناك. في شخص هنا بيسقي الزرع. هنا الشبابيك شبه الشبابيك اللي عندنا، بس تستاهل 9 ساعات. تستاهل. اقسم بالله ده لو 15 ساعه هجيها. اقسم بالله ده لو من مصر جاها مشي لاقيها. فين يا اسطى؟ لا بس سيبك بقى. هي ديت اسعار المطعم لو حبيت تاكل، بس خلي بالك الاسعار ديت بالفرنك السويسري، بس الفرنك السويسري دوت اغلى من اليورو، فخلي بالك بقى من النقطه دي. يلا بينا. يلا بينا.
طيب هو احنا دلوقتي يعني بنلف لفة كده بالعربية وبنستكشف المكان والطبيعة وكل الجمال دوت زي ما هوريك دلوقتي. بس قبل ما اوريك عايز اوريك حاجة تانية. شوف لقيت ايه، شوف لقيت ايه بالله عليك. الناس اللي بتفهم في الزراعة عارفة شجرة ايه ديت. الشجرة ديت شجرة بسلة. خلونا نقطف لنا بسلتين كده اهوت، بسلة طازة. امسك، افتح لي واحدة، خلينا ندوق كده اهوت ونستطعم. الله يا سلام، بسلة بسلة. بسم الله الرحمن الرحيم. انا نفسي اجيبك سويسرا. بجد المنظر تحفة. يعني سيبك من المنظر الخرافي دوت، سيبك من المنظر الخرافي الجميل دوت. شوف بسم الله ما شاء الله، ديت حقل كامل مليان بسلة. على فكرة بقى يعني معلومة ما تعرفهاش، أنا بجد 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 من عشاق البسلة. شوف المنظر بالله عليك بجد. اللي كان بيقول هولندا حلوة، شوف المنظر بسم الله ما شاء الله، الله أكبر. في واحد تحت بيشتغل، بس شوف منظر النهر هنا عامل ازاي. المنظر بجد تحفة. سيكريت تانول، سيكريت تانول. معلومة بقى ظريفة، إن الحنفيات ديت جاية من النهر على طول، والحنفيات ديت بتنزل مية متلجة، تعرف إيه تشرب منها. الحمد لله. بجد إيه رأيك؟ إيه رأيك؟ يا جماعه والله انا هسيب هولندا قريب واجي اعيش هنا. هعيش فلاح. انا عايز ابقى فلاح، ابقى فلاح ما سويسري. أنت فلاح. انا فلاح بس أنا مش فلاح بقى. انا عايز ابقى فلاح سويسري. عايز ابقى فلاح سويسري. بذمتك لا، البلد المنظر دوت مش يفرح القلب ويخلي الواحد مهما كان كئيب يكون سعيد؟ هنا والله يا جماعه خين ستريس. خين زي ستريس، زي ما على بيقولوا رأي الهولنديين. الهولندي. تقريبا ديت زبالة، بس زبالة مش زبالة عادية، زبالة خضروات وزبالة اللي هي الخضار، زبالة مخصوصة للحاجات الخضراء. أو هم بيعملوا هنا يعني اللي هو مغذي الأكل، لأن أنا شايف بطاطس وشايف بروكولي وشايف مشروم وشايف حاجات كتير وقشر بطيخ وحاجات كتير. والله المنظر يعني راحة نفسية. الزباله بتقول زبالة، بس الزبالة ديت بيعملوا بيها مغذي الأكل، مغذي للزراعه. شايف حاطين بطاطس وحاطين بطيخ وبروكولي ايه الجمال ده؟ ايه الجمال ده؟ جمال مش جمال طبيعي حرفيا. يعني سعيد قال من شوية يعني ده كده يعتبر جنة على الأرض. بسم الله ما شاء الله، بجد بسم الله ما شاء الله. المنظر بجد تحفة. قول لي، اكتب لي تحت في التعليقات تحب تيجي سويسرا هنا، ولو تحب تيجي انت ومين، ولا هتيجي لوحدك؟ انا بصراحة بفكر اللي هو يعني اسيب هولندا واجي هنا اعيش هنا في سويسرا، ابقى بدل سيف هولندا سيف سويسرا. احلى مناظر بجد. انا بجد مش عارف يعني ازاي ممكن الواحد يعيش هنا في المكان دوت وما يكونش مبسوط. مش متخيلها بجد، مش متخيلها خالص. يا سويسرا، يا سويسرا بتعمليها ازاي؟
يا سويسرا يا سويسرا بتعمليها ازاي؟ زي ما صورت الريف الهولندي مع طاهر مسافر في هولندا، اديني بصور الريف السويسري مع سعيد جويلي. نورتونا يا جماعه، وشوفوا العجل الفريزيان، دي بقره فريزيان ب6 بزاز. اعمل جديد عليها. هيجي اليوم وتقولي بتمضي، وإن الدنيا هتخليكي تعرفي قيمتي. عدتي قبل قلبي ما يكرهك مش غلط. طيب يا صديقي الصدوق، يعني من الشلالات السويسرية للريف السويسري اللي دلوقتي في أغنى وأغلى مدينة في أوروبا كلها، AKA زيورخ. هي بتتنطق ازاي؟ زيورخ. زيورخ؟ I have to ask the people. ماشي، بس المهم احنا دلوقتي يعني هنتمشى دلوقتي في المدينة، وهيبقى يعتبر يعني زي يوم كامل هنا في سويسرا. فالفلوج دوت هيكون كبير شوية، طويل شوية، بس انت قدها وقدود. ايه رأيك في الHM بتاع زيورخ؟ عم الاسعار هنا هبله قوي، يعني مش فاهم الناس هنا بتشتغل ايه يعني. بيشتغلوا كلهم في البنوك. ديلرز. احنا دلوقتي يعني بنتسوق، بنعمل شوبينج في زيورخ. يعني متخيل ده ب 50 لا بقى مش دوت ب 50 فرنك. 50 فرنك، يعني اقول مثلا 55 يورو مثلا. واحنا ماشيين كده ملاحظين حاجه غريبه جدا. الحاجه ديت انه يعني يعتبر المدينه ديت ما فيهاش عرب خالص. يعني مش المدينه عامه، احنا بنستعمل مدينه سويسرا انا مش شايف اي عرب. ده حقيقي. يعني احنا وقفنا في بنزينه في المانيا، اه اول ما وقفت لقيت على طول اللي واقف سوري. بس بوليس اهو، ديت شكل عربيه البوليس. اسمه ايه؟ بوليتساي. شوف يعني احنا بنتمشى دلوقتي بندور على حاجة ناكلها، مش طايقين بعض ولا طايقين سويسرا ولا طايقين. السفريه باظت. السفرية باظت، مش طايقين بتاعة المية اللي هناك ديت. زنبور. بس بصراحة المدينة شكلها حلو، مدينه ورد على فل وياسمين، بس ما فيهاش حاجة تتطفح. طيب الاختيار دلوقتي وقع على الماكدونالدز، يعني الفاتورة أكبر من دماغي، بس يلا احنا خلصانين خالص. في حاجة غريبة حصلت دلوقتي، جايبينها يعني احنا طالبين كل حاجة مع بعض، جايبينها حرفيا مقسمينها اللي احنا طالبينه كل واحد حرفيا حاطينها بالظبط. لا بصراحة سندوتش شكله مغري، بطاطس، تشيكن، الدنيا لذيذة. يلا بسم الله. في الطريق باك تو هولاند.
اليوم كان بصراحة جامد. احنا ما قعدناش كتير في زيورخ. بس زيورخ جميله والله. زيورخ كلها ناس لاكجري قوي يعني. عندهم فلوس متلتله. يعني حرفيا اغنى واحد ممكن تلاقيه في هولندا، او اغنى واحد ممكن تلاقيه في دولة عايش تانية. كلاس عاديه. هنا تلاقيه يعني واحد من باقي عامة الشعب عادي. مع برابوس مثلا، بنتلي. حاجة زي كده. يعني حرفيا اقل فيات شفناها كانت فيات برو ماكس. بس احنا دلوقتي في الطريق راجعين تاني امستردام. امستردام. حابب تقول حاجة للمشاهدين اللي هم بتاع 5 مثلا؟ تعالوا عيشوا في سويسرا يا جدعان. تعالوا عيشوا في سويسرا. اقسم بالله بلد الاحلام. اللي يقول لك اوروبا قول له اركن اوروبا كلها على جنب. اوروبا كلها تتحط في كفه، وسويسرا تتحط في كفه اتقل بكتير. الطب ساكته. ده حقيقي، ده حقيقي. بجد؟ تعرف يعني هو بيقول لك اركن اوروبا دي كلها على جنب. تعرف انه اصلا سويسرا خرجت من الاتحاد الاوروبي. يعني هي لسه تعرف تدخلها بالفيزا الشنجن، بس هي مش تبع الاتحاد الاوروبي ولا بيتعاملوا باليورو. شيشه. يعني ايه؟ شيشه شيشه. بولينج. ماشي. بس ايكيا. بس اللي هم يعني مش بيتعاملوا اصلا باليورو، بيتعاملوا بعملة اسمها الفرانكو. الفرانكو. الفرانكو ايوه. اكتبوا لنا يا جماعه التعليقات بالفرانكو لو سمحت. انا مش هقرا اي تعليق بالعربي. والله اصلا ولا بيعلقوا اساسا. علقوا. لا بس شوف العربية النقل ديت عليها العلم السويسري. بس هي اصلا نمر الماني. بس عليها علم سويسرا. ممكن يكونوا في المانيا بيدفعوا ضرائب اقل الشركات. فمثلا ممكن يخلوا العربيه، يخلوا اسم الشركه وكل حاجه في المانيا، ويشتغلوا في سويسرا. ممكن. زي في ناس كتير اعرفها معاها باسبورات اسبانيه وايطاليه، تقول له مثلا غير الباسبور، هو في ايده ان هو يغير الباسبور الايطالي او الباسبور الاسباني في هولندا بعد مده معينه من الوقت باسبور هولندي او اقامه دايمه مثلا، ان هو خلاص اوريدي يعيش في هولندا. فما يرضاش يقول لك انا دلوقتي بدفع ضرائب قليله جدا بالنسبه للارقام اللي بتدفع هنا عندنا في هولندا. هو بيدفع ضرائب قليله. الضرائب ليه هو بتتحسب اقل للايطالي والاسباني وهو ورومانيا والناس دي يعني. انت عارف انا ايه اللي انا يعني بجد عايز اعرفه وشدت فضولي جدا؟ هو سؤال انت سألته واحنا جايين. ايه هو؟ معنى كلمة CH اللي جنب نمر العربيات دي ايه؟ لا يا جماعه والله العظيم الحوار ده لان في عربيات عندها CH وعربيات لا. او مستحيل تكون التاكسي. لا، لان التاكسي حاجة تانية خالص. ممكن تكون شوف تاكسي. يعني العربية ديت ما عندهاش CH، بس العربية اللي قدام اجري شوية. وقفوا نسأله طيب. العربية ديت عندها جنب النمرة كلمة CH. CH دي بقى انا محتاج ان اعرف فعلا CH ديت بتاعت ايه الله اعلم. مفيش حد ياخدها سكرين شوت يا جدعان ويروح يسال شات جي بي تي ويجي يحط لنا في التعليقات. انا عارف الحركات دي كويس. ايوه. اول استراحة خلصانين خالص. صباح الفل. مش قادر يا جدعان. احنا كننا شربانين حاجة. كننا شاربين حاجة، بس قلة النوم تعمل اكتر من كده. طيب يا صديقي الصدوق، وبكده نبقى وصلنا لنهاية رحلتنا النهاردة. يا رب الفلوج دوت يكون عجبك، وما تنسانيش طبعا باللايك السبسكرايب والشير. وانا خلصان خالص، فانا هنام دلوقتي. تصبح على خير، واحب اقول لك كان معك سيف مبابي من قلب سويسرا. سلام.